عايز أقول لكم المنهج بتاعنا خلال هذا العام لكي تستعدوا فيه وكل محاضرة أحضرها تكونوا مستعدين بقدر الإمكان. يعني إيه؟ أنا أصدرت لكم كتابا عن لاهوت المسيح وقلت فيه الجزء الأول، يعني سميته الجزء الأول. وأقصد بكلمة الجزء الأول أن كتاب لاهوت المسيح عن النواحي الإيجابية التي تثبت لاهوت المسيح، النواحي الإيجابية التي تثبت لاهوت المسيح. لكن هناك سلبيات تعارض هذا اللاهوت. أول هذه السلبيات هو الهرطقة الأريوسية ضد لاهوت المسيح. الهرطقة الأريوسية استخدمت الكثير من الآيات. للأسف الشديد هذه الآيات هي التي لا تزال مستخدمة في هذا الجيل الذي نعيش فيه. فاحنا عايزين كل ما قيل ضد لاهوت المسيح سواء من الحركة الأريوسية أو ما بعدها، يعني برضو الهرطقة النسطورية فيها شيء ضد لاهوت المسيح برضو، نبتدي نرد عليها آية آية، مش بس آيات أو مشاكل لاهوتية أيضا، أو مشاكل لاهوتية أيضا. مشاكل لاهوتية زي مثلا واحد يقول لك إزاي الله وبياكل وبيشرب وبيتعب وبينام. إحنا طبعا بنقول بياكل كإنسان وبيشرب كإنسان وبيتعب كإنسان وبينام كإنسان وليس كإله. تيجي تقول لي طيب أديك هتفرق بين الطبيعتين، أقول لك لا، ما بفرقش، لكن بأعطي كل طبيعة ما يناسبها دون تفريق. زي ما أقول أنت كإنسان ليك جسد وليك روح، فلما بتاكل بالجسد، ولما بتنام بالجسد، ولما بتتعب بالجسد، ولما بتشرب بالجسد. وهذا لا يمنع ان جسدك متحد بروحك اتحادا بغير انفصال في طبيعة واحدة هي طبيعة بشرية. لكن ما اقدرش اقول ان الروح فطرة النهاردة جبنة رومي او فول مدمس، ما اقدرش اقول الكلام ده، لان الروح لا علاقة لها لا بالفول ولا بالجبن. لكن الجسد هو اللي كل، الجسد هو اللي كل، والجسد هو اللي شبع، والجسد هو اللي جاع. لكن كون ان الجسد هو اللي عمل كده مش معناها ان في